حلقة قالوا عن الصحافة زمان كانت بتتكلم على دول كمواهب جديدة، انت واخد بالك؟ يا الزمن بيعدي بسرعة. رئيس سيد حجاب زي ما قلنا في حلقة تتر حسن أرابيسك. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. وعندنا أول حد الصحافة اتكلمت عنه كوجه جديد، سعيد صالح. طبعا هما كانوا متكلمين عن صلاح السعداني، بعدها هجيب لك الكلام اللي عنه، ولكن سعيد كالسعدني. يعني ايه بيتكلموا عنه ان هو زي صلاح السعداني. وإذا كان صلاح السعدني يحتاج إلى فرصة، فإن سعيد صالح يحتاج هو الآخر مثل هذه الفرصة. كلموا عنه بقى إيه؟ إنه دمه خفيف وممتاز، وأعماله التي قدمها في الميادين الفنية شاهدة على ذلك. وطبعا بيتكلموا عن كفر أبو مجاهد، المسرحيات اللي عملها، وقلوب خالية، وعودة الروح، والمطلقات، وحارة السقة. ده مش جايبين سيرة هلو شلبي، ده الكلام ده كان بدري قوي في بدايات سعيد صالح. ان يبقى في صحفي متنبئ لنجم زي سعيد صالح انه محتاج فرصة بس ويثبت وجوده، يبقى صحفي بيفهم. مش بس صحفي بيفهم، وبيفهم في الفن كمان، مش بيفهم في الصحافة بس. بص دسوق افندي قالوا ايه على عادل امام. وعادل امام صاحب وجه من عجين، يعني يقدر يتشكل بسهولة يعني، وبيأدي كل ادواره لانه يعطي كل دور تأثيره المطلوب دون الحاجة الى حوار. وهذه ميزة بيتكلموا عنه كوجه جديد بقى. وكان مسمينه حتى وقتها دسوق افندي، وجايبين له صوره بص عامله ازاي. لسه في البدايات خالص، دي الصحافه لما كانت بترعى المواهب الجديده وبتتكلم عنها. والناس دي لا كان ابوهم ممثل، ولا كان عمهم منتج، ولا اي حاجه خالص، وكانت الصحافه واقفه في ظهرهم. خد بقى صلاح السعدني. وصلاح السعدني يحتاج لفرصه من الوجوه التي استوقفت الناس. في التلفزيون سأل الناس عن اسمه بسرعه، ويبدو انه جمل صلاح السعدني هي سبب في ذلك. طبعا طريقه نطقه للجمل، و يعني طبعا الصورة والكواليتي ضعيف جدا، لأن الكلام ده من زمان قوي. يعني الصور دي من زمان جدا. وبيتكلموا عن الحاجات اللي هو اشترك فيها زي حارة السقا ولوكندة الفردوس. حمد أحمد القاهرة 30. طبعا حمد أحمد ده كان واخد فرصة جامدة قوي مع سعاد حسني وياخد بطولة. حمد أحمد وأدواره في المسرح معظمها بطولات، فقد استطاع حمدي أن يثبت تفوقه بجدارة. صحيح أن له زملاء في نفس الوقت طبعا ما خدوش نفس الفرصة يعني، ولكن هو تفوق على الجميع في مسرحية الأرض. عمل مسرحية اسمها الأرض، وقلوب خاوية. مسرحية طبعا الأرض دي مش فيلم الأرض، لا هو اشترك في فيلم الأرض برضو بعد كده. وقلوب خالية، وأدهم الشرقاوي، والرجل الذي فقد ظله. طبعا كان نجم جديد وقتها وكانوا بيشكروا فيه جدا. بص مين من الوجوه الجديدة. شوف الزمن بيعدي ازاي. اهو ده جورنال كان نازل في يوم على اساس ان رشوان توفيق وجه جديد، ومن الوجوه التي تأخذ فرصتها أيضا من الممثلين الشبان يا عالزمن. رشوان توفيق. كان رشوان في فيلم الجزاء الذي أخرجه عبد الرحمن الخميسي، اللي هو جد لقاء الخميسي. وبيتكلم بقى عنه، بيتكلموا عنه إن هو أخذ أدوار رئيسية في جزيرة العشاق. وأثبت رشوان أنه جدير بالعمل وبالإبداع. يعطيه أحمد بدرخان دورا رئيسيا في قصة يوسف السباعي ونادية. في قصة يوسف السباعي فيلم نادية أمام سعاد حسني وأحمد مظهر. شوف الزمن بيجري جدا. عندنا بقى عبد المحسن سليم، فرصة أولى. أنا الممثل ده ما كنتش يعني بحب شغله، بس هو كان شكله طيب وشكله جميل يعني. عبد المحسن سليم. وإن كان عبد المحسن سليم قد عرفه أكثر من جمهور المسرح وجمهور التلفزيون، ولم نحتفل به السينما إلا أن أدواره صغيرة في أفلام مثل الأيدي الناعمة ومراتي مدير عام. فهو كممثل سينمائي يمثل. أنا افتكرت الدور بتاعه في مراتي مدير عام، دور عبقري اللي كان عايز ياخد أجازة عشان يتجوز. أكيد أنتوا افتكرتوه. ده راجل دمه خفيف فعلا. بس اتكلموا تاني عن حمدي أحمد ومع عزت العلايلي في الأرض. حمدي أحمد كان هنا بقى اشتغل فيلم الأرض، واتكلموا عنه برضه.
ويعني شكروا فيه جدا كممثل لأدوار قوية. وعندنا عزت العلايلي 3 بطولات. أعطى يوسف شاهين عددا من أدوار الرئيسية الأكثر ممثل من شاب. أعطى دور عبد الهادي وهو الدور الأول عزت العلايلي. وعلى الرغم من أن عزت كممثل سينمائي يمثل في السينما أكثر من التلفزيون وأكثر طبعا من المسرح وكده، لكنه اشترك في بطولات ومسرحيات واتكلموا عنه كلام عبقري جدا. الجيل ده كان موهوب، كان تقيل يعني. ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، ولنا رأيك بقى في الصحافة اللي كانت بتدعم الناس اللي ملهاش حد خالص دي، وكانت بتقف معاهم جدا. انا كان عاجبني الكلام ده. الكلام ده كان سنة كام؟ 72. وكانوا سامين المقال نجوم 72. ودي كانت حلقتنا النهارده.